اليوم رح تعرف السر يلي ما حدا بيخبرك إياه لطريقة سلق الحمص وطريقة التحضير مع السكب بالصحن. طبعا لحتى يطلع معك كريمي شوف هالطريقة. أول شي منجيب كيلو حمص، منحط عليه المي، منغسله ومنحركه بإيدينا مشان يطلع التراب والأوساخ كلها يلي موجودة فيه. بعدين منصفي الحمص، نرجع منحط عليه مي نقية، منسكر عليه، مننقعه لمدة 12 ساعة، وبعد 12 ساعة بنرجع منصفيه من المي تبعه، منغسله، منحطه بالطنجرة، منضيف عليه 10 جرامات أو ملعقة طعام بيكربونات الصوديوم، نرجع منضيف عليه المي ومنغمر فوق الحمص لحد 5 سنتي. أول خطوة منحطه على نار قوية لحتى يغلي معنا الحمص. رح تصير تتكون عنا هاي الطبقة البيضة، هاي لازم نشيلها، ما لازم تضل بسلق الحمص. بعد ما شلنا الكمية الأكبر منغطي على الحمص ومنوص تحتيه لمدة ساعة كاملة، وهيك رح تكون النتيجة بعد ساعة. شوف كيف استوى على الآخر وصار مثل المرهم أو النيفا. هيك بتكون أول خطوة وأهم خطوة سويناها. نرجع الخطوة التالية، منصفي الحمص ومنبرده بالمي الباردة ومنحطه بالثلاجة لحين الاستعمال. ورح نبلش بطريقة تحضير الحمص. أول شي منحط الكيلو الحمص المسلوق بالماكينة، منسكر الماكينة ومنشغل لمدة 3 ل 4 دقايق مشان ينعم الخليط معنا. بعد 4 دقايق بعد ما نخلص تنعيمه بنحاول ننزل يلي على الجوانب، نرجع منسكر الماكينة ومنشغل عليها لمدة دقيقتين. بعد هيك منضيف الطحينة، كمية الطحينة كاملة. طبعا لكل كيلو حمص بعد السلق بده 250 جرام طحينة. منسكر الماكينة ومنشغل. هاي أهم مرحلة بتحضير الحمص مشان ينعم الخليط معنا، لازم ننزل الطحينة مع الحمص قبل ما ننزل ولا أي مادة. نرجع منصير نتحكم بالسماكة بالثلج، مننزل الثلج طبعا حسب السماكة اللي موجودة معنا، مننزله على مراحل. طبعا بعده شادد المزيج معنا نرجع مننزل مرحلة ثانية ثلج، ومنحط حمض الليمون 10 جرام وملح 15 جرام. نرجع منشغل الماكينة عليهم، وبعد ما يتجانس الخليط مع بعضه رح نشوف انه الحمص تغير لونه، ولكن بعد السماكة موجودة. بنرجع مننزل القليل من الثلج ومنشغل، واخر شي مننزل 100 جرام زيت ابيض، ونرجع منشغل الماكينة للمرة الأخيرة. وهذا اللون رح يطلع معنا بالنهاية. منسوي طرف الماكينة ومنرجع منشغل، وهيك بيكون الحمص جاهز معنا. هلا في أشخاص رح يقولوا إنه الحمص عندك طري طالع، رح نشوف ليش. بعد ما نسكبه بوعاء ستانلس تشوف الشكل كيف رح يكون كريمي. منسوي الوجه كله بالملعقة، منغطيه بكلينج فيلم ومنحطه بالثلاجة لمدة ساعة. بعد ساعة رح نطلعه، رح يكون الحمص شد معنا. لطريقة السكب منحط 2.5 حمص، نفتله بهذا الشكل. انتبهوا منيح لطريقة السكب، نرجع منسويه بشكل دائري من الداخل. هيك بنكون لفينا صحن الحمص، بنحط عليه زيت زيتون والحمص المسلوق، منزينه بنعناع ببابريكا على الداير. ولتشوف المزيد من الفيديوهات التعليمية وأسرار المطابخ فعل زر الجرس واشترك بالقناة.